السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، حياكم الله في قناتي وأهلا وسهلا فيكم. طبعا أنا لأول مرة أطلع بصوتي، فما أدري، شعور شوي متوترة، بس إن شاء الله يا رب بداية خير إن شاء الله يا رب لي ولكم. طبعا أنا قناتي أفين هوم. أحب أشارككم شوية أفكار على ترتيبات على الروتينات. طبعا هذا روتيني صباحي. طبعا أول ما أقوم لازم كوب الكرك، أتوقع حفظته مني. بعد ما أروق أقعد إلى الساعة تقريبا 8 أو 8:30. خلاص عاد أبدأ أقوم في تنظيم مهامي. طبعا روتيني الصباحي تنظيف يومي، وأحيانا يكون روتين عميق. راح إن شاء الله مع الأيام تعرفون طريقتي بالتنظيف والروتينات. روتيني الصباحي على طول أبدأ ترتيب كنس، مسح الرخام. طبعا الدور الأول. الدور الثاني بالنسبة لي يكون جدا يعني تنظيف بس لمسات بسيطة، لأنه أساسا وقت النوم بس نطلع فوق. غرفة الألعاب مسؤولية عيالي، هم اللي يرتبونها، أنا مرة بالأسبوع، وإن شاء الله مع الوقت راح أتكلم لكم فيها أكثر، يعني كل شيء راح أخصصه لكم. هنا المنظم يا بنات شريته صراحة، وش أقول، يجنن يجنن يجنن. صرت أحافظ على كل دقيقة بيومي، ما راح تضيع. وأنصح كل إنسانة يعني مو متعودة للتنظيم أبدا، وخصوصا الكتابة، أنصحها فيه. أنا أخذته من ميم بلانر، راح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف حتى تستفيدون منه. يعني تخيلوا مثلا مكتوب الساعة 6 والساعة 7 والساعة 8، راح تعرفين بهالطريقة يومك وش مر عليه وش راح عليه. لأني أنا عندي منظم أسبوعي وكاتب المهام اللي عندي، يعني مثلا يوم الثلاثاء إيش عندي، يوم الأربعاء، فخلاص أنا أحدد الساعات باليوم اللي يناسبني، أقصد بالساعة اللي تناسبني. فخلاص هنا أنا سجلت المهام اللي عندي اليوم وصرت أمشي عليها. حتى لو ما مشيتوا عليها عادي عاقبي نفسك، لأنه أساسا إذا ما أنجزتيها سبحان الله تصيرين تعبانة حتى نفسيا. وطبيعي إنك إذا بديتي بالتنظيم والمنظمات هذه ما راح تمشين يعني بسهولة، راح تعانين يعني فترة، بس بعدها إن شاء الله تعدي. بس نصيحة من كل قلبي جربوها. طبعا طلعت الدور الثاني، خلاص تنظيف سريع، بس ترتيب السراير، كنس، شغلت يوفي تكنس. طبعا أنا أكنسه مرة بالأسبوع لأنه تقريبا شبه نظيف، ما يحتاج تنظيف عميق. فتح الشبابيك، هذه تقريبا الساعة 9:30. وهنا نزلت قاعدة أرتب الأواني. طبعا هذا اليوم يوم الثلاثاء، نفس اليوم صورت فيه الصباح والآن بنزله لكم بإذن الله. يوم الثلاثاء مخصصته أنا للمطبخ، أشيك على الأواني، أشيك على مثلا درج محلول شوي أرتبه، الثلاجة، العلب اللي محتاجة ترتيب، اللي محتاجة تعبئة أعبيها، وهكذا. طبعا أنا صورت لكم اليوم شاي ذوق سيلاني، صراحة يا بنات يجنن، وسعره يعني تقريبا 18 ريال، يجي 3 علب. بس طبعا أنا صورت لكم 2 لأن ولدي فك واحدة وحطيتها بالدرج، فمرة مرة ممتاز صراحة. احنا نجيبه يا بنات من أسواق النخبة،
ما شفته صراحة في أماكن ثانية، بس اللي شافته تكتبه تحت حتى يستفيدون منه البنات. طبعا بما إنه يوم الثلاثاء عندي شوية ترتيب أغراض البيت. بدأت أرتب الخضار. هنا الفلفل ترى ما ينفع بالطريقة هذه نهائيا، بس لأني أنا راح أسوي فيه وصفات وبفرزن جزئية منه، فحطيته في الثلاجة مؤقتا لين أسويه، وبإذن الله راح أشارككم فيه. وهذه الطريقة يعني ما شاء الله منتشرة، والله يجزاه خير اللي اخترعها، فعلا يعني صارت تحافظ على الخضار فترة طويلة، ومن جربتها وأنا ما أستغني عنها. الجزر هنا عندي صغير فحطيت كم حبة، الخيار عندي حجمه كبير حطيت حبة كبيرة، يعني صراحة تاخذ تقريبا أكثر من شهر. بما أني قاعدة هنا أشتغل فحبيت أقول لكم يعني موضوع بسيط جدا، اللي هو عن أو كثير يسألوني عنه اللي في سناب، وأعتذر منهم أشد الاعتذار أني شوي ساحبة عليهم، مو بشوي والله كثير، بس والله أني حبيت أتفرغ للقناة، وبعدها إن شاء الله حتى يكون يعني مرجع للجميع، لأن التصوير اليوتيوب وسناب بنفس الوقت ما ينفع أبدا، فحبيت آخذ وقت وأصور هنا في القناة حتى قناتي يعني تكبر شوي وأرجع لكم بإذن الله. بالنسبة للموضوع كيف يا أفين دائما تنظمين وقتك، وكيف يا أفين تسوين مثلا تقومين الصباح بدري. شوفوا يا بنات، والله العظيم ما في إنسان سبحان الله يكون على وتيرة واحدة، يعني دائما منظم أو دائما مرتب أو لازم الإنسان يمر بفترات فتور، فطبيعي لأنه بشر، يعني ما في إنسان كامل. بس الواحد يحاول قد ما يقدر إنه يتغلب على هالشعور، ويحاول قد ما يقدر إنه ينجز، لأن فعلا سبحان الله اليوم اللي ما تنجزين فيه وتتراكم عليك الأشغال خلاص تكرهين حتى نفسك. فيحاول الإنسان قد ما يقدر، والمنظمات جدا حلوة في حياة الواحد. المنظمات مو بس تنظم لك وقتك، المنظمات تعلمك يعني وقتك وش راح عليه. فمن كل قلبي صراحة أنصحكم دائما تكتبون، ودائما تكتبون مهامكم، بإذن الله إن شاء الله إني أحاول قد ما أقدر إني أنزل بفلوقاتي أشياء يعني تفيدكم. أنا ما عندي عاملة يا ربي لك الحمد والشكر، لكن مع ذلك أستعين بعاملات راحة دائما أجيبهم، صراحة يساعدوني يخففون، خصوصا بالتنظيف العميق. يعني مثلا عندي تنظيف مثلا المطبخ تنظيف عميق أجيب عاملة، عندي مثلا تنظيف أسبوعي مثلا عميق، مثلا محتاجة غسيل الأرضيات وكذا أجيب عاملة، مثلا عندي تنظيف غرف النوم عميق أجيب عاملة. عاملات راحة طبعا أجيبهم أنا مرة بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع. يوم كنت ببيتي قبل ما كنت أجيبها صراحة كثير، بس الحين يعني البيت ما شاء الله تبارك الله يعني كبير ومحتاج جهد أكثر، أجيبها يعني تساعدني وتريحني شوي. طبعا أنا متعاملة مع شركة راحة، ما أجيب إلا الجنسية الفلبينية، جدا مريحات وأرتاح لهم، فأنا ما أقول والله هالكلام يعني إعلان أو شيء لهم، لا والله، بس لأن منطقتنا أساسا ما عندنا إلا راحة، ولا جربت غيرهم. فالشركات هذه الله يسهل عليهم مثل ما سهلوا علينا. فأقول لكم حلو الوحدة أنها توازن وتجيبها من فترة لفترة تريحها، يعني تخفف علينا من المهام والضغط. طبعا كل وحدة
مسؤولة عن بيت، عارفة هالشعور وعارفة هالإحساس، فلا تتوقعين إنك في يوم من الأيام راح تقدرين على كل شيء، لا بالعكس يعني جيبي الأشياء اللي تساعدك، مثلا الأجهزة، مثلا العاملات تستأجرينهم من فترة لفترة. الأجهزة طبعا أنا راح أخصص لكم فلوج عن الأشياء اللي تساعد الوحدة وتسهل عليها إنها تنجز مهامها. كثير أشوفكم تكتبون لي أو بالسناب يرسلوا لي إيش الأجهزة اللي ما تستغنين عنها، وبإذن الله بخصصها بفلوج خاص بإذن الله وقريبا. هذه طريقتي في فرزنة اللحم المفروم. طبعا احنا نجيب كيلوين تقريبا، ياخذ عندي شهرين، لأني ما أسوي كثير، أسوي مرة بالأسبوع أو مرتين. طبعا هذه الطريقة لما أرتبه وأعكس الأكياس على أساس تكون لي مرتبة، وبس أدخلها فريزر ومن بكرة أرتبها ببوكس. ويا رب أكون أفدتكم لو بجزء بسيط. وإذا أفدتكم لا تنسوني من دعواتكم ودعمكم واشتراكاتكم، وأرسلوا الفيديو للي حابين يشوفه. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم إن شاء الله بفلوقات جاية. فمان الله.